السلام عليكم متابعيني الاعزاء واهلا بكم بهذا الفيديو. مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، انستغرام او حتى يوتيوب مؤخرا، اذا كنت صاحب متجر او عندك في منتجات تبيعها على هاي المواقع وناوي تسوي فيديوهات ممولة او اعلانات على هاي التطبيقات، فبكل تاكيد راح تكون بحاجة الى بطاقة دفع. وبهذا الفيديو راح اشارك وياكم تجربتي مع بطاقة صار تقريبا اكثر من سنتين استخدمها، الشراء من المواقع العالمية مثل امازون، علي اكسبرس، تفعيل اشتراكات البرامج، شراء تطبيقات من جوجل بلاي او حتى ابل ستور. بصراحة اسوي كل هاي الاشياء باستخدام بطاقة واحدة. وبالمناسبة البطاقة اللي قاعد اتكلم عنها هي بطاقة مو فيزيائية، فتعالوا خليني اقول لكم التفاصيل. راح اشرح لكم بهذا الفيديو شنو هي البطاقة، كيف تحصلها، شنو هي المواقع اللي تدعم هاي البطاقة، وايضا على قد يحسبون الدولار بهاي البطاقة لما تعبيها رصيد. والنقطة الخامسة راح تكون شنو هي الحدود اليومية او الشهرية للتعبئة والاستلام والترويج على هاي البطاقة. والنقطة السادسة راح تكون اكيد ملخص تجربتي بعد سنتين من تجربة هاي البطاقة. اول شغلة، شنو هي هاي البطاقة؟ البطاقة الافتراضية الخاصة بتطبيق او بشركة زين كاش. ولكن شنو يعني افتراضية؟ هي عبارة عن بطاقة اعتيادية تستخدمها حال هاي البطاقات، ولكن هاي البطاقة بطاقة فيزيائية هسه انا قاضبها بايدي. ولكن البطاقة اللي قاعد اتكلم عنها الخاصة بزين كاش هي عبارة عن بطاقة افتراضية موجودة فقط بشكل الكتروني، ما بها اي اختلاف نهائيا كاستخدام عن هاي البطاقة. النقطة الثانية واللي هي شلون راح احصل على هاي البطاقة، لازم تكون عندك محفظة على تطبيق زين كاش. المحفظة شلون تسويها؟ خطواتها سهلة، إذا حابين نتكلم عن الموضوع اكتبوا لي بالتعليقات على ما نشرح لكم واوضح لكم شلون تسوون هاي المحفظة وشلون تحصلون على البطاقة أيضا. الآن لو أنت عندك المحفظة أساسا موجودة وعندك حساب على تطبيق زين كاش، فبداخل التطبيق راح يكون عندك هذا الخيار واللي هو بطاقة فيزا الافتراضية. هذا هو. بعد ما تدخل عليه راح تطلع لك البطاقة موجودة عندك، كل تفاصيلها موجودة، وتقدر مباشرة تاخذ المعلومات الموجودة هنا من رقم البطاقة والرمز وهاي الأمور وتخليها بأي موقع أو تشتري بيها من أي مكان. الشغلة الثالثة واللي هي شنو هي المواقع تقدر من خلالها تستخدم هاي البطاقة الافتراضية. قاعد اروج على فيسبوك وعلى انستغرام وحتى على يوتيوب مؤخرا وعلى تيك توك، كله باستخدام هاي البطاقة. كتجربة شخصية صار سنتين ما واجهت اي مشكلة بهذا الموضوع، حرفيا اي مشكلة ما واجهت. طبعا الفيديو هذا ابدا مو اعلان لزين كاش، انا ما عندي اي تواصل معاهم، حرفيا الاستعمال كل السلس، ما واجهتني اي مشكلة لا بالتعبئة ولا بالاستخدام ولا حتى بالرفض. بكل الاوقات بصراحة الامور كانت ماشية بشكل طبيعي جدا. وايضا جربتها واشتركت ببرامج تطبيقات خارجية، الوضع كان طبيعي، حجزت بيها طيران، حجزت بيها فندق، الموضوع كان كله سلس. الان نجي نقطة مهمة كلش واللي هو تطبيق زين كاش. لما تريد تعبي الرصيد مالتك بالمحفظة قبل لا تحولها على البطاقة الافتراضية مالتك، على كم يحسبون الدولار؟ الان كتطبيق عملي حتى اشوفكم، الان دخلت على البطاقة مالتي بيها $1، فالان راح ادوس على تعبئة رصيد. بعد ما راح ادوس راح يطلع لي هاي الواجهة، ايش قد راح اعبي بيها؟ مثلا راح اخلي بيها $10، خليت بيها $10. حسب لي $10 على 13700 دينار عراقي، وبنفس الوقت اكو 500 دينار يعتبروه استقطاع كتحويل من المحفظة مالتك على البطاقة الافتراضية. فهذا الموضوع لازم تنتبه له ايضا. انا بالعادة ما احول 10، اقل شي $50 على مود يعني التحويلات لا تقطع من عندك كل مرة 500 كل مرة 500، فحول 50 او $25 على اقل تقدير. الان لو نحسب $10 حسبها على 13700 دينار عراقي، فراح تعرف ان الدولار هنا يحسبونه على 1370 دينار عراقي، وهو بصراحة اشوفه بالنسبة لي رقم يعني مقبول. اكيد هو اغلى من السعر المركزي، صحيح هو بكل تاكيد انه هو اغلى من سعر الصرف المركزي، لكن يعني هذا هو الموجود هنا بصراحه. الشغله الخامسه والاخيره، طبعا بكل تاكيد البطاقه ما راح يكون حالها حال اي بطاقه ثانيه، لان هاي بطاقه افتراضيه وقاعد تحصل عليها بشكل مجاني تماما. الحاجه الاولى واللي هو سقف رصيد البطاقه اكثر شيء $650، وبنفس الوقت الحد التعبئه اليومي هو $650. يعني لو منتج سعره $1000 مثلا، فما راح يكون بامكانك دفع هذا المبلغ. والشغله الثانيه، عندك حد شهري للشراء عبر المواقع الالكترونيه ب $650. بالنهاية شنو هو رأيي بتجربتي الشخصية؟ التجربة كانت مثالية جدا، ما واجهت بيها أي مشاكل. هل بيها سلبيات ولا لا؟ بكل تأكيد بيها. موضوع السقف هاي بصراحة أشياء مفروض يخلونها اللمس مالها أو الحد مالها يكون أعلى شوية. هل مستخدمينها من قبل؟ هل واجهتوا بيها أي مشاكل؟ وبكل تأكيد إن شاء الله أشوفكم فيديو جاي. سلام.